يتم اتخاذه في جنوب افريقيا. نعطيكم هذا التعليق. وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه يلتقي مع السيد سوبرا مانيام جي شانكار، هذا ولا مش عارف اسمه، جي شانكار وزير الخارجيه الهندي. شنو؟ امبارح الحد تكلم معاه. الانضمام الى مجموعه البريكس اهم شرط هو ان كل اعضاء المجموعه يوافقوا. اذا كان عضو واحد لم يوافق اذا الطلب مرفوض. تعلمت هذا الشيء. لقاء او اتصال وزير الخارجيه المغربي بوريطه امس، يعني قبيل اجتماع وزراء الخارجيه في جنوب افريقيا تاع البريكس، وشنو عيط له قال له بعث لنا فيلم جانيتو نتفرجوه مثلا قال له بعث لنا حناش والحلوشه بالهند، قال له بعث لنا الروز. وشنو اللقاء اللي يتواصل معاه امس؟ اذا المغرب يسعى بكل ما يملك للضغط على اعضاء البريكس انهم يرفضون انضمام الجزائر الى هذه المنظمه. يا ودي راه كانت باينه بكا جاي عاوتاني غير جهه المروك باش يصبروا السي المبردع بان الجزائر كانت داخله البريكس، ولكن داك بوريطه الله يهديه عمر علينا الهند. تعال قول لك يا كيفاش هاد القضيه؟ بمكالمه وحده عباد الله استطاع يخرجهم من مجموعه البريكس، وعباد الله مساكن صابوهم خاسرين 1.5 مليار دولار. اموات ترعرع. اصبر السي المونتاج قبل ما نكملوا مع ولاد السي عبد المجيد، ضروري نباركوا البطل العالمي ديالنا سفيان البقالي. 1.5 مليون مبروك اخويا، المغرب والحقره. قالت الإذاعة الجزائرية أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا بفتح أجوائها أمام الطائرات الفرنسية لتدخل عسكري مرتقب في النيجر. صدمنا على فرنسا واحد العام يا ولي ترونكيل على روحك، هي ترونكيل على روحك برك ما تكذب. يا ودي الله يهديكم، دابا بيناتنا واش دابا فرنسا غتحتاج الايد من الكابراناج باش تدخل الجزائر؟ انا ظنت انا ودا السي المونتاج فاش حصلات فيهم بغاو يلصقوها في المغرب. قال لك اسيدي المغاربه هما اللي خلاو الطائره الفرنسيه دوز للنيجر. راه سيدي دخل لنا ديك الوثيقه، ها هي خاوتي برك كما كتشوفوا طائره فرنسيه داخله الاجواء الجزائريه بان بيبليكا فاتحه. وهذا الشيء راه غير اليوم واش يكون فيهم يهضر. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا ناض كملها لهم داك ملك اسبانيا حتى هو اليوم استقبل داك بيدرو سانشيز في اطار تنصيب الحكومه الجديده وداك الشيء. بينما اعلام السي عبد المجيد اللي كان هاز البندير المنافس ديالو ضربوا الصميط لميط غبروا. سبحان الله. لاحظنا أن كثير من الأبواق التي حاولت أن تستغل الفيديو الذي نشرته درس الجمعة أو التعقيد، وأرادوا أن يضربوا بلدنا ويضربوا وحدتنا ويضربوا استقرارنا من خلال هذا الفيديو، ويصوروا كأن هناك أمر مهول، خاصة إعلام المخزن. هذا إمام زعما قال كلمة حق، وعيط له بوشاش الكبير، عيط له قال له أنت طالق، طلقه، قال له تحبس من الشغل، قال له لا من برسول الله. الدولة المجاورة للأسف الشديد إعلام المخزن جعلوا أرمادة من الإعلاميين يقتطعون كثير من المقاطع عن سياقاتها، وهذوك العدو اللادوث وهذوك المغاربة دار على المروكز، بدوش دخل رب المروكز، ويصورون أن الأمر مهول، أولا من جهة التضييق الإعلامي، من جهة تكميم الأفواه، ومن جهة الفساد. المكالمة من وزارة الشؤون الطينية أخويا، وكأنها جات من عند الله سبحانه عز وجل. سير تقول أنا أقول أولا نحن نعيش في بحبوحة من الحرية ولله الحمد. الجزائر يتحدث بملء فيه بما يكفله له الدستور الجزائري من حرية. المغاربة سمعتوا واش قال لكم نحن نعيش في بحبوحة من الحرية. والتلفقيه تقول غير داروا ليه الكابرانات الميزاجور، وسير تا ودا السي المونتاج تضامن مع الفقهاء ديالهم. زعما كبرنا به ودوينا مع السي عبد المجيد شخصيا، قلنا ليه يا ودي راه عيب وعار هادشي اللي كديروا فيه. السيد راه قال غير كلمة الحق. ايوا رد بالك. ودابا خارج كيزبط علينا حنا بلد الحريات، حتى على هذاك علي بن الحاج مسكين اللي منعوه الكابرانات من الخروج من المنزل وحتى من الصلاة في المسجد عباد الله. وقيل هذاك محسوب على المغرب بس المونتاج لا. ولكن أن يقنن الفساد، أقول إلى إعلام المخزن أنتم عندكم الفساد مقنن، بل البرلمان عندكم أقر حتى غرس المخدرات وبيع المخدرات. الله يا خاوتي يكذب. بل نظامكم طبع مع الكيان الصهيوني رغم أنفه وهو يعيش هذه الأزمات ويريد أن يصدرها. شفتوا معاه رانا عايشين. يا الشرفه كما كتسمعوا، هذا راه نيفو ديال الفقيه في القوه الضاربه كيتهم دوله مسلمه على قدها بالفساد. ولكن السيد مسكين راه ماشي الخاطر تلقاه تما واقف عليه الفريق الاول شنقريحه شخصيا. اين هذه؟ في شأن آخر، طالب الاتحاد العام للعمال البرازيليين بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة. عشان سيدي فين كيطالبوا هذا الاتحاد العام للعمال بهذا الشيء ما وصلنا والو حنايا. راه سيدي دخل لنا داك الشيء هاد برك. الخريطه اللي نشرتها وسيله اعلام رسميه، الخريطه الجزائريه مثل ما راكم تشوفوا مبتوره من منطقه القبائل نحاوها خلاص، ومبتوره من منطقه
تندوف نحوها خلاص ومبطوره من اجزاء كبيره من تلمسان. هذه الخريطه نشرها فريق هذايا برازيلي في الموقع نتاعو. دونك في الحالتين جريمه. اذا كانوا متعمدين معناتها الجزائر تبعت منطقه القبائل نحوها، تندوف نحوها، واجزاء من تلمسان نحوها. هذا الكلام تعمل مخطط تعمل، ومخطط النظام المغربي الجبان بالتحالف مع الصهاينه. وحرير هادي ودا السي المونتاج راه ما عليهم دابا غير يصيفطوا داك السي الوزير يمشي يدور لهم جمع على المكتبات في البرازيل، مكتبه بمكتبه، يشوف نعم سيدي علاش الكرات الارضيه اللي تما حيدوا منهم القبيل وبالشهر، اما تشيندوف صافي هذيك حسبها داوها البوليزاريو. الرعد. الحرقه غادي تولي عند قريب، تولي من اوروبا ترجع للجزائر. شوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه. خذوا مواقعكم اسرعوا اسرعوا. كاين باش بيننا وبين المروك يطلع يعدي السحاب. علاش؟ على خاطر خايفين من الشعب الجزائري يكون يشوف المروك باللي ولات خير من الجزائر، يوليو الناس كل ما بقاوش يروحوا يحرقوا لتونس ويحرقوا يعودوا يحرقوا المروك. حتى الناس في العالميه هادو هما اللي قطعوا علينا الغاز وخلاونا نطيبوا هنايا بالحطب. انا اللي محيرني دابا ودا السي المونتاج هما دوك الروس، اش اللي معطلهم دابا برك باش يعلنوا انضمام الجزائر للبريكس؟ مرحبا. والمغرب للحصول على عدد من الدبابات الإسرائيلية من طراز ميركافا، وهي دبابات لم يسبق لإسرائيل أن باعتها لأي دولة من قبل. نتوما سايرين تسمعوا معايا الناس ديالك، ولهذا شنقريحه حذاري حذاري. وداك عبد المجيد بعدا تا هو واش فراسو هاد الخبار السي المونتاج؟ شاكر لكم كاع في الشرطه كاع معليش لأن تاريخ الزاويه التيجانيه ما راهش سهل. الوزن تاع الزاويه التيجانيه في العالم باسره من امريكا حتى لافريقيا، اللي ما يعترفش بالوزن تاع الزاويه التيجانيه راه ما يعرف والو. السي عبد المجيد والله ما على بالو بجده وين راهي رايحه، حتى راه صابو داير اجتماع البركوكس تما وسط الجزائر. مع شمتو داك ابراهيم الرخيص ناض هز الطياره الرئاسيه وزاد الاجتماع البريكس وخلى السي عبد المجيد منشور تما في البلاد. والله يدير تسوي ديال الخير. قاعدين يقولوا لنا باللي مالي والنيجر وستقع حرب وما كل حرب لنا امي. اقسم بالله يا خاوتي الجزائريين عادوا يحرقوا يهبطوا المالي وين يروحوا؟ والله يروحوا لجنوب افريقيا. ايوا سيادنا، واخيرا السي عبد المجيد وفى بالكلمه نتاعو مع المواطن فيما يخص القضيه نتاع زيت الطاوله. من اليوم ما بقاش على لاشينا ودا السي المونتاج ولات غير مقلبه في الروبينيات. والله العين بزيكو في الجزائر، العين بزيكو فرنسيين. العين نعتلها زيكو هاي زيتون العين في الجزائر. شوف باركوا الناس الجماعه ما تكونش فيكم الغيره، وانتم الناس ديالكم لا باقيش نسمع حس شي منطيح يهضر على الزيت. راه شفنا كلشي على عينينا غير دابا درك. بارك الله. ايوا السي المونتاج ما كاين والو زعما شي فيلم سينمائي ثاني محرك في القوه الضاربه على مهربين المروك. اروح اروح هذا اخو صابرين، هذا اروح 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 هرب 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 هرب. عييت راه بزاف احمد عييت. تلا كلشي على هذاك مول الكاميرا، وانت راه تقول بحال علم الله بان راه داك خونا في الله غيطيح حداه ابارك يتسنى فيه تما. تلا لا زعما بيني وبينك اودي السي عبد المجيد كون غير شفتي مع نيتفليكس راه هادشي عندك مجهد. الله يعطيك الصحه. هذا 82 شحال راكم تخرجوا ورا كوميرسيال تاعك؟ عيط لينا سيدي على هذا الكوميرسيال نشوفوا هاد الحريره نتاع السكر. شحال راكم تخرجوا هذا الكيلو؟ 82 50 82 ونص. ولي غروسيس شحال يديوها؟ والله ما على بالي يقال يديو 5%، هما يبيعوا 87. وانت الحمد لله شتي غير من ما جبدناش ثاني سيد الوزير بشي مؤامره مروكيه على السكر الجزائري بمساعده اسرائيل. ما خليت شعبك يخدم، ما خليت لي زافريكا يخدموا. بيان سور يجيبوا لك اسرائيل، يجيبوا لك الشيطان الازرق ماشي غير اسرائيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي وطلقنا الشريف راه عندنا شلا ما يدار، واش غنباتوا هنا؟ شباب والعمل عليهم ولا سلام على الخبز